هنعمل السمك المشوي عشان السمك تشويه في البيت وما يطلعش دخان. دلوقتي انا عندي هنا الجريل اهو سخن، هرش عليه رشه ملح. بسم الله كده. ما تخافيش، الملح اللي انت هتحطيه دوت مش هيملح الاكل ولا حاجه. ثانيه واحده. بسم الله. وهحط السمك كده عليه، مش هيطلع لك بقى الدخان والدخنه اللي بتتعمل في المعتاد، لا مش هيعمل كده. طبعا هتبقي متبلاه بالتتبيله اللي انت عايزاها. انا متبلاه بثوم وبصل وكرفس وبقدونس وليمون وكمون وكزبره. طبعا هنعمل له من بره خلطه تانية، اول ما بيخرج بنسقطه عليه او نحطها عليه. شايفين ما طلعش دخان ازاي؟ على شرط الجريل سخن جدا. هتعملي الحركه ديت واعملي بيها كده على طول، هتشوي احلى سمك من غير ما يدخلك ولا يعمل زفره في الشقه. وبس كده. بسم الله. ياخد بقى شوي على الوش التاني، وبعد كده نحط عليه الدقه اللي احنا عاملينها. الدقه دي طبعا انا عاملاها ثوم وبصل وبقدونس وكرفس وملح وليمون وخل وكزبره. هحط شويه كده في الصينيه. شوف السمك لاخره اهوت ما طلعش دخان ولا الزوبعه اللي بيعملها ديت، لان احنا رشينا الملح في الاول. بسم الله. بسم الله. ريحته حلوه. كلنا نوشي. بصراحه الحاجه في البيت بيبقى فيها بركه وبتبقى انضف، وهي ما خدتش معانا والله 10 دقايق ما شاء الله يعني. بسم الله. عكس بعضيها كده كده. تحتيها التوابل. بسم الله. وهنحط فوقيها كده. كانوا زمان امهاتنا بيعملوا كده، كانوا يشوا لنا البلط الصغير ده يقولوا عليه شبار، ويعملوا كده ويسقوه في الدقه، بيبقى اخر جميل احلى من اللي جاي من عند الراجل 100 مره. الراجل ما يعرفش يعمله اللي احنا عملناه ده. بسم الله كده. لما صبيته الصوص نزل وهو ما نزلش بقيه التوابل بتاعته وحطه. تاكلي احلى سمك كده. سيبيه 5 دقايق كده، والرغيف عيش سخن كده، والف هنا وشفا.